السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ما تنسوش اخواتي الدعم واللايكات لاخوكم. وسؤال الحلقة النهاردة بيقول: في الوقت الحالي من هو القطب الثاني بعد الاهلي في الكرة المصرية؟ واكتب لي في التعليقات كده. والسؤال الثاني: هل بيراميدز فعليا بقى هو القطب الثاني مع الاهلي للكرة المصرية؟ هتقول لي لا، معروفة على طول ان الاهلي والزمالك. هقول لك: ما احنا من صغرنا عارفين ان الاهلي والزمالك هم قطبي الكره المصريه، وهم اكبر فريقين موجودين في الساحه الرياضيه. اهلي وزمالك، زمالك واهلي. هتقول لي والاسماعيلي والمصري؟ اقول لك ماشي، الاسماعيلي والمصري والانديه ديت من غيرهم الكره في مصر مفيش كوره. بس اللي معروف على طول ان اكبر فريقين في الكره المصريه او الكره الافريقيه او الكره العربيه الاهلي، الزمالك، الزمالك والاهلي. هتقول لي ايه سبب الكلام ده كله؟ هقول لكم معلش اعذروني شويه في الفيديو. انا راجل كاهلاوي، انا صعبان عليا الزمالك، او مش صعبان عليا الزمالك، لا، هقولها لكم بطريقه تانية عشان ما حدش يقول لي انت جاي طلعت تتريق على الزمالك. اقول لك لا، مش طالع اتريق على الزمالك. في حاجه غريبه حاسينها، ان في علاقه حب قوي بين بيراميدز والزمالك. يا عم ربنا يكتر احبابها. وفي حاله عشق ود من الزمالك وبيراميدز. هقول لك بقى، تقول لي برضه كنت مالك زعلان ليه؟ هقول لك لا يا عم، افهم مني الكلام للاخر. انا مش زعلان والله، انا مش زعلان. انا نفسي ان الانديه كلها يبقى في تنافس من غير تعصب، ويبقى في حب وود وعلاقات طيبه بين الفرق كلها. ما كل ده بيصب في صالح المنتخب. انا كلام مش قصدي على كده خالص. انا قصدي ان جماهير الزمالك دلوقتي، او اداره الزمالك او نادي الزمالك نفسه بكيانه، بقى بعيد، بقى بعيد قوي كمان. هتقول لي ما هو بسبب المظلوميه والحكام والديون. هقول لك حلو، ما هو مين اللي عمل الديون؟ مين عمل المظلوميه؟ مفيش مظلوميه. وده كلام الدكتور الاستاذ كمال درويش، رئيس التاريخ لنادي الزمالك، قال لك مفيش الكلام ده واحنا بنضحك على نفسنا وبيصدروا لنا المظلوميه ومش المظلوميه. لا، انا قصدي دلوقتي ان جماهير الزمالك او نادي الزمالك دلوقتي بقوا خلاص، بقى عندهم حاجه زي خمول، او حاجه زي مفيش نفسيه، بقى بيشجعوا بيراميدز. ودي حاجه جديده. يعني انا اللي اعرفه الاهلي بيشجع الاهلاويه، الزمالك بيشجع الزملكاويه، يعني ده اللي انا اعرفه. اما الجديد ان الزملكاويه يطلعوا يشجعوا بيراميدز، ده الجديد بالنسبه لنا وبالنسبه للكره المصريه كلها. ويا عم ربنا يديم المحبه ما بينكم. بس انت دلوقتي يوم ماتش الاهلي ماتش الزمالك وبيراميدز يوم 5، نهائي كاس. ده نهائي كاس. الزمالك، الاهلي خد بطوله الدوري، بيراميدز خد بطوله افريقيا، فاضل الكاس. لازم، او ان شاء الله لازم الزمالك ياخدها عشان يقول انا لسه موجود في الساحه. انا الزمالك، انا الفريق بتاع البطولات. الاهلي فارق ببطولاته، بس اللي كان على طول الاهلي لما ما كانش بياخد بطوله الدوري كان الزمالك اللي بياخد بطوله الدوري. الاهلي ما خدش بطوله افريقيا كان الزمالك بياخد بطوله افريقيا. الاهلي ما خدش الكاس الزمالك بياخد الكاس. الاهلي وقع السنه دي الزمالك هو الاول. كان معروف كده. اما 3 سنين، 3 سنين على التوالي، 3 سنين تدريب الدوري او في جدول الدوري، اهلي بيراميدز زمالك، اهلي بيراميدز زمالك، اهلي بيراميدز زمالك، وبفرق شاسع بين الزمالك وبيراميدز. انتوا مش واخدين بالكم من حاجه زي ديت؟ مش واخدين بالكم ان اصلا من صغرنا احنا عارفين ان قطبي الكره المصريه هو الاهلي والزمالك؟ دلوقتي في الوقت الحالي او بقالنا 3 سنين، لا، الزمالك بعيد عن اي منافسه. الزمالك بعيد جدا عن اي منافسه، وده غلط. فين الزمالك؟ هتقول لي اصل مفيش فلوس. ايوه، مين اللي ضيع الفلوس؟ مين اللي كان بيجيب صفقات زفت ما يلعبوش وياخدوا فلوس؟ عندكم لازم يتحاسبوا. اما دلوقتي بيراميدز خلاص خد بطوله افريقيا، وهيخشوا له في خزينته بالميت من 15، في الاول من 15 ل 20 مليون دولار في خزينته. يعني
هيشتري لعيبه، هيجيب مدربين، هيظبط حاله زي ما الاهلي برضو ظبط حاله وبقى بيشتري صفقات وعمل صفقات النهارده ولسه هيعمل صفقات تاني وهيعمل صفقات تاني. الزمالك بقى فين؟ فين الزمالك من القصه دي كلها؟ الزمالك اللي هو الزمالك اصله مش بالاسماء اكبر قلعه رياضيه، لا اكبر مش بالاسماء. الزمالك فعلا هو القطب الثاني من الكره المصريه. كان المنتخب اهلي وزمالك وبعد كده اسماعيلي ومصري وبورسعيد والناس ديت. اما دلوقتي مين اللي في الزمالك؟ مين؟ فين نادي الزمالك اصلا؟ هتقولي في هناك في ميت عقبه. يا عم انا ما بهزرش. انا بقول لك فين الزمالك اصلا من المنافسه؟ 3 سنين او اكتر من 3 سنين ما بتنافسش على الدوري، مش عارف تنافس على الدوري. هتقول لي اصل اللوائح يا عم فكك من اللوائح وفكك من القوانين وفكك من الكلام ده. وفين الزمالك نفسه؟ ما هي بيراميدز اهي. بيراميدز اهيت بتنافس وكانت منافسه على 3 بطولات وخدت منهم بطوله وفاضل لها بطوله. المفروض الزمالك ياخدها عشان يقول انا موجود، انا لسه موجود، انا لسه بنافس في الكره المصريه، انا لسه انا الزمالك. فين انت؟ انت اللي شغلك انت ازاي تدافع عن بيراميدز؟ وبيراميدز خلي بالك مستفيد منك. جماهير ببلاش، ما عنديش انا مش نادي جمهور. وعلى طول عارفين ان طول ما في نادي من غير جمهور نادي يبقى نادي من غير بطولات. انت اديته النادي الجمهور بتاعك مجاني، الدعم مجاني. فين انت بقى من الموضوع ده كله؟ فالماتش يوم 5 اللي هو نهائي الكاس لازم ولابد الزمالك يفوز بيه. ده للزمالك ولنادي الزمالك نفسه عشان يقول انا لسه موجود بنافس، انا لسه نادي الزمالك بنافس. الاهلي يتعثر سنه بس بيلحق نفسه. وبعد دخول كاس العالم والانتركونتيننتال والناس دي بقى فيه فلوس غير الرعاه. بقى بيجيب الرعاه. ما تجيش تقول لي انا بنافست وتقول لي انا ما عنديش رعاه. طب ما انت السبب انت. فيا ريت اخوات الزملكاويه وهم في المدرجات كده يحسسوا اللعيبه ويحسسوا النادي ان انتوا رايحين تفوزوا بالكاس عشان تقولوا انتوا موجودين. بيراميدز فريق محترم، بيراميدز فريق عالي جودته عاليه، معاه مدرب محترم، مع فريق بقاله 7 سنين بيكون فريق لغايه ما عمل فريق حلو. الاهلي نفس القصه. الاهلي بس الاهلي والزمالك لهم ورث، لهم تاريخ، لهم تاريخ وورث. عجبني السيد عبد الحفيظ النهارده لما قال لك انا صعبان عليا الزمالك. عجبني في برضك في ابراهيم فايق لما كانوا قاعدين في القهوه مع فايق وقالوا برضك احنا صعبين علينا الزمالك. فين الزمالك من المنافسه؟ تالت سنه مفيش بطولات. هتقول لي خدنا كاس السوبر الافريقي. يا عم صلي على النبي في قلبك. كاس السوبر الافريقي ده انت واخده من ماتش. وماتش الاهلي والزمالك ده ليه طعم تاني عشان بس كله عارف. ماتش الاهلي والزمالك ليه طعم تاني وليه يعني حماس تاني. اما البطولات فينك انت من بطولات. انا الكلمتين دول قلت اطلع اقولهم تنقدوني بقى، تقول عليا تقولوا كلام، تقول يا عم ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ زي ما واحد بيقوله لي يا عم، واحد يقول لي ده انت مش عارف ايه، ايه ده انت بتقول اي كلام في اي كلام عشان تعمل فيديو. انا قلت الكلمتين. انا خلي بالكم انا فيديوهاتي كلها انا الكلام اللي بيجي على بالي بقوله. ما بحبش اكتب واقعد احفظ وبتاع. لا انا الكلام اللي بيجي على قلبي بقوله. دي كلمتين كنت عاوز اقولهم عشان الماتش الجاي يوم الخميس مع الزمالك وبيراميدز. فكوكوا بقى من موضوع زيزو، فكوكوا من اللعيبه. اصل طول عمركم انا كنت عاوز اقفل الفيديو بس برضه كنتوا اللي فتحتوني في الكلام. طول عمركم الزمالك فيه مشكله. مشكله الزمالك ايه؟ النجم الاوحد. يا عم نجم اوحد ايه؟ انت اللي بتعمل نجوم وانت اللي بتمشي نجوم. هات لي فريق في العالم اعتمد على نجم خلي النجم يتنطط عليه. انا عندنا في الاهلي النجم اللي بيتنطط بيمشي. مش عاجبك امشي، والنجم اللي احنا عاوزينه هنجيبه. اما عندكم لا، ده زيزو النجم الاوحد، ده زيزو عمل تاريخ. يا عم مفيش الكلام ده. احنا في عصر احتراف. اللعيب اللي عاوز يمشي ما يمشي يا عم. راح هنا راح هنا راح هنا ما يمشي.
انت نادي الزمالك زي ما النادي الاهلي. لا شغالكوا دلوقتي، لا زيزو مش هيروح غير يوم 12. اصل البطوله هتخلص يوم 12. لا اصل كاس الرابطه هتخلص يوم 12. لا اصل نهايه الموسم يوم كاس، يوم ماتش الكاس. وده اللي مخسر الزمالك. فككم من اي حاجه، وفككوا ركزوا في ناديكم، ركزوا في ازاي تاخدوا البطوله دي عشان تبقى دي اخر بطوله في الموسم ده، عشان تقول انا موجود. انا واحد اهلاوي، نفسي. انا ما بحبش. انا لما اكسب مليون بطوله، بس لاعب اهلي وزمالك لا طعم تاني خالص. اهلي وزمالك لا طعم تاني خالص. يا رب تكون كسبت جميع البطولات، بس ماتش الاهلي والزمالك ليه طعم تاني خالص. فدي كلمتين انا قلت اقولها، اطلعهم اقولهم من قلبي لاخواتنا الزملكاويه. يا ريتني ما كنت طولت عليكم، يعني اعذرونا كنت طولت عليكم. وما تنسوش اخوكم في اللايكات والتعليقات. واقول لكم اشوفكم يوم الخميس بعد الماتش، ان شاء الله الزمالك يكسب عشان يبقى البطوله. سلام.